السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ واهلا بكل متابعين اكلات من مطبخ نسمة الجالي. والنهارده هنعمل المسقعه باللحمه المفرومه. طبعا زي ما احنا متفقين الاكلات بتاعتنا سهله وبسيطه، وتعالوا يلا نشوف احنا عملناها ازاي ونبدا ونقول بسم الله. عندي كده حبايتين من البتنجان الرومي اللي هو الاسمر، وهبدأ ان انا كده اقطعه شرايح كده مدورة، وهرش عليه رشة ملح واسيبه بقى يطلع المية بتاعته. وبعد ما يطلع المية بتاعته اعصره كده كويس من المية، واجيب عندي صينية اللي هي بتاعت البيتزا دي، وهبدأ ان انا ارش فيها برضو رشة ملح وشوية من الزيت، وابدأ ان انا ارصهم واحطهم تحت الشواية. انا مش هقليهم عشان تبقى ايه يعني خفيفة وما هياش فيها زيت كتير. تمام كده، انا رصيتهم كده كلهم واحطهم بقى تحت الشواية. وكمان هرش عليهم كده رشة من الزيت كده، شوية من الزيت كده فوق الوش، ونزلهم بقى تحت الشواية. تمام كده. تعالوا بقى نعمل الصلصة بتاعتنا. عندي كده حلة على النار او صينية، واحط فيها شوية زيت، وابدأ بقى ان انا افرم كام فص توم كده، يجي حوالي 5 او يعني 10. عارفين بقى ان المسقعة بتحب التوم، فابدأ ان انا ايه يعني افرم كده شوية حلوين كده. وابدأ بس ان انا اشوحهم كده في الزيت يا دوب بس ريحتهم تطلع، وابدأ بقى ان انا احط عليهم معلقة من الخل. ريحته بس تطلع كده، واقوم نازله عليه بمعلقه كبيره من الصلصه البوريك جاهزه، واشوحها كده كويس، اخليها تطلع الحموضه بتاعتها، وهنزل عليها بقى بعصير طماطم. هسيبهم بقى يتسبكوا، بس هحط لها طبعا الملح والفلفل، وكمان هحط معلقه صغيره خالص من السكر. انا هنا كمان رشه كده من الكزبره الناشفه. اقلبها كده واسيبها بقى تستوي. هعمل بقى العصاج او اللحمة المفرومة. هنزل كده بشوية زيت، وبصلة صغيرة مقطعها كده صغير، ويدوب هشوحها كده في الزيت او ادبلها. انا مش عايزاها خالص تاخد لون، حط عليها كمان رشة ملح عشان تدبل معايا. ادبلها كده في الزيت على النار، وبعدين هنزل بقى باللحمة المفرومة. نزلت كده باللحمة المفرومة، كانت عندي في الفريزر ومطلعها من بدري، بس كانت لسه برضو ماسكة في بعضها كده شوية. هبدأ ان انا افككها كده واخليها بقى تغير لون. تمام كده. وهنزل عليها برشة من الفلفل. وانا طبعا كنت حاطة في الاول على البصل رشة من الملح، فهنزل يدوب بس بالفلفل الاسمر بس. وبعد كده هقطع كده عندي فلفلتين خضر، وهنزل عليهم وهنزل بيهم على اللحمة المفرومة. انا عندي كده اهو الطماطم اتسبكت او الصلصة، خلاص كده تمام. هقفل عليها.
هقلب بقى الفلفل الاخضر مع اللحمه المفرومه واسيبها كده اغطيها تستوى شويه. تمام كده. هجيب بقى الصلصه، وانا عندي البتنجان اهو اتحمر. انا طبعا كنت بقلب فيه يمين وشمال او على وشه وعلى ظهره يعني، ولغايه ما اتحمر اهو خد معايا لون. بيبقى احسن كده وصحي كمان عن اللي هو بيتقلى في الزيت. ممكن كمان تحطوا مع البتنجان ده بطاطس، تقطعها برضو حلقات كده وتحمروها نص تحميرة كده في الزيت، وتقوموا برضو حاطينها مع البتنجان. انا رصيت البتنجان اهو في الصلصة ونزلت عليهم باللحمة المفرومة اللي فيها طبعا فلفل اخضر. ابدأ كده ان انا اسويها كده في الصلصة. تمام كده. انا مخليهم بس يعني يغلوا معايا كده على النار على البوتاجاز فوق، وهرجع بقى ان انا احطهم برضو في الفرن. بس هحط على وشهم كده الاول اقطع طماطميتين كده برضو حلقات واحطهم فوق الوش، عشان كده لما تيجي تقدميها يبقى ليها شكل كده حلو. ممكن تقطعي كمان فلفل اخضر وتحطيه برضو. انا ما حطيتش المره دي في المسقعه بطاطس، مع ان بنتي بتحب البطاطس ما تحبش البتنجان، بس انا حبيت ان انا اعملها بس بتنجان. يعني المسقعه هي غير ان هي بتنجان رومي بس. حطيت كده حلقات الطماطم ويا دوب بنزلها كده تحت شويه في الصلصه، وهدخلها الفرن تاخد غلوه معايا، وبعد كده اطلعها تحت الشوايه تاخد وش كده. جازت معايا اهي. وابدأ بقى ان انا اقدمها وعلى على الاكل بقى. طبعا المسقعة ممكن تاكلي معاها رز بشعرية، رز ابيض، عيش بلدي. يعني هي اكلة متقولش لا لأي حاجة بصراحة. تعالوا بقى نشوف المسقعة بتاعتنا. بصوا زي ما انا قلت لكم ممكن تقدموها مع رز بشعرية. انا عامله رز بشعرية عشان بنوتي الصغيره، واحنا هناكل بعيش. تقدمي معاها بقى اي حاجه تاكلي جنبها يعني. هي كده حلوه قوي من غير اي حاجه جنب. اذا وصلتوا لغايه هنا الفيديو يا ريت لايك واشتراك، والسلام عليكم.